اعلاميا تمام بتحط اسمي في جمله مفيده. حد في صفحات الاهلي يجرؤ يقول ان محمود الخطيب اتقدم منه ضده 186 شكوى؟ بتحدى. صح. احترموا نفسكم بقى، احترموا نفسكم، مش كده زهقتوني. وبعدين انت يا خالد تعتذر لمين؟ مين اللي تعتذر له ده؟ مين؟ مش بعتذر على غلط. لا انت برضه ما فهمتنيش. انت عندك لا اسمع راس. انت عندك كتيبة رجاله محترمين بالظبط، محدش فيهم بيقبض من نادي. صح، ما انا عارف ايه ده؟ انا ما بديش فرصه زي ما بتقول. وبعدين عايز اعرف ايه الجريمه اللي احنا ارتكبناها؟ ولا حاجه، انا بتكلم. عملنا الزمالك وقفنا في ظهر النادي اتفضل. لا بنعمل التشكيل ولا الخطه ولا التغيير ولا بنشوف الراجل اصلا، تمام؟ وبعدين خلي بالك الراجل قعد نفس العيال، تمام؟ قعدوا ليه؟ هيخرب النادي. الراجل مشي بيدمر النادي. دول عيال سفله، عيال مأجوره بتقبض. انا عيني على الجمهور الحقيقي المحترم اللي بالملايين، اللي هو بكى لما حصل طلعت من الكاس او بتخسر بطوله او اتغلبت بالاهلي. انما دول بيموت على السم الضحك، بيقعدوا طول الليل يا رب يخسر يا رب يخسر. دول مش زملكاويه، دول ابي واحد امه بتصرف عليه من ورحمه امك اجيب امك تاني هنا مصر يا مجرم. احنا قناه مأجوره. هم اللي قله مأجوره يا ست بشار. نعم هم قله مأجوره، ودول يعني ما يعدوش صوابع الايد الواحده. انما والله جمهور الزمالك الوافي كله مقدر حضرتك. ده انت وقله ادب، ده انت مركه بتصرف عليك يالا اللي كانت عندها المحل ديت، ولما زهقت منك قالت لك طلعني ادتك بالشبشب. المهم انه بيشتغل في قناه تبع المتحده. ما ده علامه استفهام كبيره بصراحه يعني. ايه ده؟ لكن بقول لك ايه، كان يدير الحمله لاحمد سلمان وممدوح عباس وعصابته. حاجه تقرف. ده في احدى الصفحات يا استاذ الفاضل، احنا ما غلطناش، احنا بنبذل اقصى جهدنا عشان نسعد الملايين من الجماهير المحترمه طبعا، ونسعد الالاف المحترمه من اعضاء. ده دورنا، صح. واللي بيحاسبنا ربنا. ما انا قلت كده، قلت ان انت قلت لنا بما يملي عليه ضمائرنا، وده الحقيقه. ده اللي حصل. طب ما انا قلت كده. اللي عايز يعمل ايه؟ هو انت مش عارف ان انا مقدم استقالتي للوزير 4 مرات؟ هو انا هو انا كمرتضى مش عايز اكمل، انما عندي اعضاء جمعيه عموميه وجماهير بالملايين محترمه تاني محترمه. ودوله بتقول لك لا من فضلك، بصرف النظر عن دوري وسله والكلام ده كله، قال لك لا كل بيه بسبب البتاع خربانه من فضلك. ولا انا مش الاستقاله اللي قلت عليها الاولانيه في مكتب الفريق. بيقول لك هو في مكتب الفريق ليه؟ تمام؟ لان الراجل راجل محترم وعضو في النادي، تمام؟ والوزير كان ايام بينه وبينه مشاكل، رحت مديها له هو. سالوا اشرف صبحي سياده الوزير 4 مرات استقاله. فانا مش باقي يلا. عايز ترجع بقى مش على الشارع السوداء، على الشارع من 60 نيل على دماغك هو ارجع. يعني انا واخد قرار مش طايق اعمل مداخلات، مش طايق اتكلم. يعني انت اللي استفزتني يا خالد. لا والله يا استاذ مرتضى، والله انا بشكرك كويس ان انا استفزتك. حد هقول لك حاجه يا خالد. لو احنا غلطنا في حق اسرنا، يبقى حق بيوتنا. تاني حق اسرنا وحق بيوتنا. لا عيل عكاشه ده ولا اسمه حماشه ده يقول لك 3 قضايا مرفوعه. انت هبل يا ابني. 3 قضايا ايه؟ بقول لك ايه؟ ده انا انضرب عليا رصاص في ابنوب والبداري والسبيل يالا. جاي تكلمنا عن عيل عشان يعملوا فرقعه، انتوا اللي بتروجوا لهم يا زملكاويه. لو انت بقول لك تاني اتحدى لو حد من صفحات الاهلي قال ان مرتضى منصور بيقدم 186 بلاغ ضد محمود، بتحدى ولا حد. انت قلت كلمه مهمه كمان، قلت هم عايزين يشتتوا تركيزنا، صح؟ واحداث فتنه. انا كان عندي بص عندي عمال بقى تيجي الرساله اهي ماشي هيثم ده طلع مفضوح. طيب وحياتها يا ما نشوف القصه بتاعتك ايه. طيب كانت بتاخد من مراته ترنجات شيرت الله ماشي. طب متجوزها في السر ليه؟ المهم يعني سيبك منه. النهارده كتبت مذكره ل3 جهات.
يا باشا احنا مش فاضيين ليله الادب. اتكتبت مذكره ل3 جهات. الرابطه، اتحاد الكوره، المحكمه الرياضيه الدوليه. بص يا سيدي، اتفضل. محدش فاضي. دي اللي اترجمت وراح الاتحاد الدولي، بس نبعتها مباشره للمحامي، وبيبعتها لاتحاد الكوره يبعتها برضه على الطريق. طبعا. شأن اللاعب محمود عبد المنعم عبد الحميد كهربا حيث بناء على شكوى نادي الزمالك. مش هو اللي يقدم انت هبل يالا عكاش يالا مجنون. انت مجنون بجد. اللي اتعمل في دماغ الراجل بريرا المحترم ده من سحر وشعوذه جالك 3 شكاوي دول. ايه ده؟ يلا رئيس ناديك يا ابني. انتوا اللي بتروجوا الكلام الفارغ ده للاسف. وياما بيانات اتعملت ولا مؤاخذه اتنصح بيها واترمت في الزباله. عيب. انتوا اسوأ من لجان الاهلي. اتفضل انت. طب وليه ما قبل ما اقراها لك ابعتها وانت اقراها وخلاص؟ ماشي اوكي. اهي دي اللي راحت للمدير التنفيذي اللي ابعتها، والثانيه اترجمت طبعا بالانجليزي والفرنساوي. ثانيه واحده. هي دي اهم حاجه في الليله النهارده. اهي اتفضل. احنا مش فاضيين بجد. الزملكاويه اللي عاملين الزملكاويه اللي عندهم هم اللي معطليننا. ومرتضى منصور ما بيسيبش حق الزمالك. صح. عايز دليل؟ حمد النقاص. عايز دليل مين تاني؟ كهرباء. عايز اسالني على اي دليل انا اقول لك. مفيش قضيه خسرناها يا راجل. ده احنا كسبنا القضيه بتاع جروس والمساعدين بتوعه واحنا هنا. لما مشينا حسين نبيل سلمه. اتفضل. صح. ده القاضي لغايه النهارده. خليك معايا عشان بس جمهور الزمالك الحقيقي المحترم يعرف ان احنا ما بننامش. لا اله الا الله. طب ما ده بيتاخد من سؤالنا يا جماعه ومكاتبنا وحياتنا. هو امير ده مش محامي استئناف واحمد ده محامي استئناف على وش نقط. ايه ده؟ وده عنده اسره وده عنده اسره. وامير ده مش عنده 3 بنات ابطال عالم في الجمباز ما بيسافرش معاهم للاسف. ابطال عالم. ايه ده؟ احمد ده مش زوجته وست محترمه مذيعه وعنده اولاده وعنده اسرته. اتفضل يا بيه. هبعتها لك يا خالد اهي. ماشي. وبعتها لكريم اهو. تمام. ده احنا ما عندناش وقت نضيعه. طيب قبل ما تقفل بقى سياده المستشار بكره. لا انا لسه حاجتين. تمام. جات لك الرساله؟ جات لي. نزلها وراها يا خالد. جات لي وبعتها اهو انا بعتها لكريم. طيب خلاص. هو انا فاضي ليك يا هيثم وتيتم؟ هو انا فاضي بتاع المختلط وخرا وقرف؟ مختلط ايه؟ انت تعرف ايه مختلط؟ عندك نادي الزمالك دلوقتي نادي وطنيه وكرامه. بتتكلم عن نادي المختلط ايام ما كان رئيس النادي بتاعه بلجيكي. انا بريك بس الفجر. نزلها يا ابني. بيجهزها وانا هقراها. ثانيه واحده. ادي يا سيدي دي بتاعت المشترك وهو موجود. انا بقى على الحركه الوسخه اللي عملها. لا اللي بقيت متهم ليه وانا اللي عملت لجمهور الزمالك حاجه غريبه. اتفضل يا بيه. ده انتوا بقيتوا لعنه على جمهور الزمالك. والله العظيم بقيتوا لعنه. ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ بريرا مشي. شفت؟ قرر بريرا قاعد مستني لغايه ما ايه ده؟ انت مين يالا؟ انتوا بأقل حاجه انتوا شويه عيال زباله على صفحات زباله. بقول اهو على صفحات زباله. كلامي واضح ولا ايه؟ من عندي جمهور الزمالك العظيم المحترم. ايه رايك فيه؟
المذكره طبعا قدامنا على الشاشه بشان اللاعب محمود عبد المنعم عبد الحميد كهربا، ده المدير التنفيذي الاتحاد المصري لكره القدم، بناء على شكوى نادي الزمالك بخصوص اللاعب محمود عبد المنعم كهربا للمحكمه الرياضيه الدوليه بتاريخ 14/10/2020، والتي اصدرت قرار بمعاقبته بتاريخ 29/3/22، وتم اختار اللاعب بالقرار هو النادي الاهلي الذي حرضه على الهروب. وتضمنت العقوبه التي قضت بها المحكمه الرياضيه الدوليه الزامه بسداد مبلغ غرامه وقيمتها 2 مليون دولار امريكي، بالاضافه الى الفوائد 5% من تاريخ يوليو 2019، مع ايقاف اللاعب لمده 9 اشهر لحين السداد. وحتى هذه اللحظه التي نتقدم بها في الشكوى فان اللاعب الهارب لم يسدد هذه الغرامه، مع انه طبقا للماده 8 للماده 24 فقره 8 من لائحه انتقالات اللاعبين 24 فقره 8 من لائحه انتقالات اللاعبين بالفيفا، يجدد الايقاف تلقائيا، ولا يجوز اشتراك اللاعب في اي مباراه قبل سداد الغرامه كامل الغرامه الموقعه عليه لصالح نادي الزمالك، الا ان النادي الاهلي الذي يلعب في صفوفه الان اللاعب الهارب محمود عبد المنعم كهربا قد اشركوا في مباراه رسميه متحديا قرار المحكمه الرياضيه الدوليه، حيث انه لم يسدد هذه الغرامه ولا الفائده الى نادي الزمالك حتى اليوم، بل استمر تحديه لقرار المحكمه الرياضيه الدوليه هو وناديه الحالي النادي الاهلي، واشترك في مباراه الاهلي وسموحه بتاريخ 17/1/23 في الدور قبل نهائي مسابقه كاس مصر، وايضا في مباراه الزمالك والاهلي بالدوري العام والتي اقيمت على استاد القاهره الدولي يوم 21/1/23 متحديا قرار المحكمه الرياضيه الدوليه وايضا قرار لجنه الانضباط بالفيفا هو وناديه النادي الاهلي، والتي كانت قد حددت مثول اللاعب يوم 2/2/23 الى لجنه تاديب التابعه الى لجنه الانضباط بالفيفا. إلا أن وقبل جلسة التأديب استمر اللاعب الهارب في تحديه للمحكمة الدولية والفيفا، وطبقا للمادة 24 فقرة 8 من لائحة انتقالات اللاعبين بالفيفا، واشترك اللاعب في مباراتي الأهلي وسموحة والزمالك والأهلي سالفة البيان، بل كاد هذا اللاعب أن يتسبب في كارثة عندما قاد جماهير الزمالك في سباب جماعي أهان به لاعبي نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك داخل الاستاد، وهو ما كاد يتسبب في أحداث كارثة كروية لا يعلم إلا الله نتائجها بعد شحن جماهير ناديه لسباب نادي الزمالك وفريقه وجماهيره. ولذلك نلتمس استمرار إيقاف هذا اللاعب لحين سداد الغرامة والفوائد المستحقة حتى تاريخه، اعتبار النادي الأهلي مهزوما في مباراتي سموحة في كاس مصر، وأيضا مهزوما في مباراته مع نادي الزمالك بالدوري العام لاشتراك هذا اللاعب الموقوف محليا ودوليا في المباراتين بسبب عدم سداد الغرامة الموقعة عليه مع الفائدة حتى هذه اللحظة، حيث أن حكم المحكمة الرياضية منحته 6 أشهر للسداد، ويستمر إيقافه كما تنص لائحة انتقالات اللاعبين بالفيفا. معاقبة جماهير النادي الأهلي التي دابت على سباب جماهير الأندية الأخرى، مرفق الرجاء إرسال هذه الشكوى من خلالكم إلى لجنة الانضباط بالفيفا وحالات اللاعبين، مرفق بها الرقم المرجعي. ده للاتحاد المصري. حد بيشوف حق النادي كده؟ انا فاضي بقى الهيثم